أليكسا شوتينج. أهلا وسهلا بيكم في أول حلقة من السيت اب الجديد والاستوديو الجديد اللي هيكمل معانا شوية حلوين. الاستوديو اللي هيكون جدا مريح ليا وليكم، لأن الاستوديو ده بتاعنا احنا الاتنين بس الأهم من ده كله، خليني أقول لكم أنا وصلت لهنا إزاي. إيه رأيك في اللمبة دي؟ اعمل لايك وسبسكرايب، تعال. الموضوع كله بدأ أول لما قررت اللي احنا ننزل أنا ومراتي نشوف الشقة اللي احنا هنتجوز فيها، فلقينا الشقة دي اللي أنا قاعد فيها دلوقتي، ولقيت المكان ده هو أنسب مكان أعمل فيه استوديو. مكان على الصالون على طول مفتوح، الدنيا تمام جدا، أنا مبسوط، مش عايز أي حاجة تانية من الدنيا. مش عارف أجيبها لكم إزاي، بس أنا بجد محتاس فشخ. بص، الاستوديو كله فاضي، لونه ابيض. بكره اللون الابيض. احنا ورانا قصه. الشقه مش متجهزه خالص، فبدات اخد الخطوات. هنا محتاجين ستاره هنا، وتبقى ستاره حلوه، يبقى اللي هي الستاره البيضه دي، بعد كده عليها البلاك اوت، الستاره اللي بيكون لونها اسود بقى او ايا يكن اللون. بس هنا دي تقريبا 4 متر. احنا محتاجين قوم، مش محتاجين ستارة. دي هتتعمل، محدش يقلق عليا، دي هتتعمل. بس يمكن اكتر حاجة عجباني، بجد عجباني، اللي هو عجباني قوي، ان الاستوديو هيبقى جزء لا يتجزأ من الصالون او الليفينج روم. فهيبقى هنا في تلفزيون، وهنا في ركنة، وهنا في الاستوديو. اول حاجه عملتها اللي انا اخدت المقاسات بتاعه الاوضه دي كلها، ورحت قعدت يوم واتنين وتلاته برسم كل حاجه في الاوضه قبل لما انفذ اي حاجه، او قبل لما انزل على ارض الواقع وابدا اشتغل. انا مش قادر اتخيل الموضوع 100%، انا عمري ما عملت كده قبل كده يعني. بس اللي حصل ان انا رحت اخدت مقاسات الشقه كلها، واستخدمت برنامج اسمه او ويب سايت اسمه ريم بلانر. رسمت الشقة، بعد كده استخدمت برنامج اسمه هوم ستايلر، بدأت أحط إيه بشكل كروكي كده، علشان تحط الحاجة بتاعتك بالظبط لازم تدفع فلوس، فاحنا مش هندفع فلوس طبعا. فبدأت أحط الحاجة بشكل كروكي كده، وتخيلت شكل الاستوديو، فأتوقع إن هو ده الشكل اللي احنا هنمشي عليه. فتوكلت على الله ونزلت وجبت أول حاجة الكهربائي. بدأنا نختار أماكن الفيش ونكسر في الحيطة، وكل حاجة كانت بايظة خالص الصراحة. أنا لما كنت صدقت قول حاجة للكاميرا. أول يا رب أكسب. بس الصراحة عم أحمد كان راجل محترم وظبط لي كل حاجة، وجي بعديها بقى وقت الدهان. النقاش جاي لي بكرة إن شاء الله. فوقت الدهان الموضوع ما كانش بالنسبة لي قادر أتخيله قوي. أنا مش عايز اللون الجراي، مش عايز أعمل إن الموضوع ده يكون استوديو مقفول عليه للتصوير، لا هو جزء لا يتجزأ من الشقة بتاعتنا. فلو جالنا ضيوف فاحنا قاعدين عادي، لو ما جالناش ضيوف فاحنا برضه قاعدين عادي، الدنيا تمام جدا. ده مش استوديو مخصص للشغل، فاخد أنا إيحاء بقى اللي أنا داخل الشغل. أنا عايز أخلي الشغل في حياتي وحياتي في الشغل. أنا بحب أعمل الموضوع ده الصراحة، لأن انا عشوائي يعني. فاكتر لون انا حسيت ان هو هيبقى ملائم على الفايبس، خصوصا البلكونه ما شاء الله الازاز بتاعها طول الشقه كلها، حسيت ان انا لو عملت مط كده سيج جرين هيبقى جامد قوي. بس مش ده اللي اتعمل في الاخر، اتعمل جرين غريب كده، بس قسما بالله تحفه. الاستوديو اتدهن والكهرباء اتعملت وكل حاجه تمام. بعد لما خلصت بقى الدهان وخلصت الكهرباء وخلصت كل حاجة، جه فقرة اللي انا انزل اشتري الحاجات اللي ناقصاني. انا اكتر حاجة بكون دايما حابب شكلها في اي صورة بشوفها على بنترست او اي فيديو ريل بشوفه، هي البيبر لامب اللي هي بتكون متعلقة فوق ايدي. معلم بجد شكلها خطير، شكلها خطير. فجبتها من ايكيا، كانت لسه واصله يعني، كان في المقاس الاصغر منها والكبير اللي انا جبته. وكمان جبت البيبر لامب اللي هناك دي فلور لامب برضو كل الناس عماله بتشتم فيها وبتتقطع وبتاع، بس انا كده ايه. بص ركبت اللمبه دي، اقسم بالله مزيكا مزيكا. وركبت دي كمان، وجه بقى وقت نقل الحاجه من الاستوديو القديم للاستوديو الجديد. دي اخر حاجات هتتنقل.
بجد بجد الموضوع ده مرهق بطريقة، بس الحمد لله نقلت كل حاجة وجي وقت فرش الحاجة، كل حاجة وصلت أخيرا. وده شكل الاستوديو. فدلوقتي اقدر اقول لك اللي احنا جاهزين، اللي احنا نبني الاستوديو مع بعض. قعدت كتير مش عارف احط ايه فين، كل اللي انا رسمته بقى وكل التخيلات على ارض الواقع راحت في 60 دقايق. واقف عمال بفكر احط ايه فين. اول حاجه عملتها هي ان انا حطيت البوك شيلف ده، حطيته في المكان ده بالظبط، وبدات احط عليه الفيجرز عشان ابدا اتخيل. التيشيرت الاخضر اللي مقطوع ده مقطوع من نقل، ما كنتش اعرف فعديها يعني. تمام، احنا اخوات مش هتكسف منك، بس مش هبقى صورت كل ده وفي الاخر ما احطلكش البيفور والافتر والكلام ده يعني. والشلف ده بالمناسبه انا شاريه من امازون ب 2200 جنيه تقريبا. كده كده كل حاجه هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن. فانا ظبطته بحيث ان هو يبقى ايه، مثلا هصور ريل ولا حاجه يبان في الباك جراوند يبقى شكله يلقط كده العين. غير كده هو ديكور جامد جدا في الاستوديو يعني. ده البوكس ده بتاع كول اوف ديوتي موبايل وسامسونج. ده كان سامسونج جالاكسي اس 24 سيريس، طبعا ما كانش فيه الموبايل، هو كان فيه صوره ليا. وهنا دي الطياره بتاعت ببجي، وتحت على طول هنلاقي الفيجارين بتاع زورو الكبير اللي انا كنت جايبه من تيمو، والفيجارين الصغير. وهنلاقي الثلاثه اومني بتوع ايسوس، 3 اشكال بتوع اومني، وشويه فيجارينز كمان. وتحت على طول هنلاقي الدونات لامب اللي انا برضو كنت شاريها من تيمو. وهنلاقي فيجارين كبير قوي زي ما انت ما شايف كده. وهنلاقي برضو كاتانا جايه لي من نيكست جير، والكاتانا دي معموله علشان اللي ما يعملش فولو تتحط في. هنلاقي برضو الكوبايه بتاعت الاسبريسو كنت جايبها من تيمو از كوليكشن يعني. وتحتيها على طول هنلاقي 2 كنترولر، واحد جيم سير جي 7 ووتشونج اديشن، والكنترولر الار او جي الرايكيري. وهنلاقي الجعبوق بتاع جيم سير، وشويه فيجارين برضو كده. وتحت على طول بقى هنلاقي جروت، وهنلاقي فينوم اللي جايين لي برضو من نيكست جير، معاهم شويه حاجات جامده. اوفر اول الحته دي لا غبار عليها يعني، بالشجره اللي جنبيها، بالشجره اللي متعلقه، بالفيل لايت اللي محطوط ده. بص الحركه دي. اليكسا اقفلي الباك جراوند. اليكسا اقفلي الباك جراوند. سامع الكلام؟ اليكسا ترن اون باك جراوند. اوكي. بيرفكت. كل حاجه هنا سمارت 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 سمارت. انا مبسوط جدا بالاستوديو ده. تعالوا نروح للجزء اللي جاي. وجبت المكتب اللي انا قسمته نصين، وحطيت المكتب بتاع البي سي في نص الاوضه. جبت انا بقى بتاع الاختراع ده بينظف الخشب بشكل ايجابي جدا، فننظف بيه بقى المكاتب والكلام ده. وبدات بقى ايه امسحه كده واشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. ركبت الشاشات وحطيت البي سي وحطيت كل حاجه انا محتاجها على المكتب، والحمد لله مفيش كابل واحد باين في الارض. عارف ليه؟ علشان أنا جامد، علشان انا جامد، او علشان بصور بزاويه انت ما تعرفش تشوف منها الكابلات اللي مرميه في الظهر. دلوقتي بقى احنا هنتكلم على المين ديسك بتاعنا، وهو اللي بيكون عليه البي سي. فنبدا اول حاجه كده بالكمبيوتر والتجميع نفسها. الكيسه من ايسوس تحديدا برو ارت، وكارت الشاشه هو الار تي اكس 5070 تي اي نسخه ايسوس توف، و32 جيجا رام دي دي ار 5، وبروسيسور انتل كور الترا 9 بلس. بقى الشاشتين اللي انا بستخدمهم، اول حاجه الشاشه بتاعت ديسكورد، هي شاشه من ايسوس دي 4K 180 هرتز. طبعا معلقها على فيزا ماونت، مش معلقها على الستاند بتاعها علشان اخلي مساحه الديسك اطول واكبر بالنسبه لي، بتكون اريح. والشاشه الاساسيه بتاعتي بقى هي ايسوس ار او جي اوليد 500 هرتز كواد اتش دي الريزولوشن بتاعها. الشاشه دي بجد ممتازه، ومعلق عليها لايت بار بينور ابيض وبينور ورم. واللايت بار ده جامد جدا، انا كنت جايبه من تيمو. وكمان التحكم بتاعه كله بتاع اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. ولو نزلنا تحت هنلاقي في ماوس باد انا جايبها من بلوجز، او مبعوتالي يعني من بلوجز. عليها الكيبورد الار او جي اللي هي ايس 75 اتش اي دي اللي هي هال افكت، تشتغل وايرد بس البولينج ريت بتاعها 8K. وكمان الماوس الار او جي الهارب ايس ميني. هنلاقي الهاند ريست بتاعت ميتا باندا، الهاند ريست دي جامده جدا. والمج الجميل ده، وكوسترات كتير جدا، بحط كوسترات كتير على المكتب
بتاعي، لان انا بشرب حاجات كتير وانا قاعد، فبحب ايه يبقى ما تجيبش حاجه على الماوس باد او على الديسك او كده. وبرده هنلاقي بالفاير فاين ده انا موصل عليه الميكروفون الفاي فاين، الميكروفون ده بستخدمه من وقت للتاني. وهنلاقي كمان الكنترولر هو الار او جي راي كيري، ده كنترولر وايرلس جامد جدا 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 صراحه. غير بقى السماعه الار او جي البلتا اللي محطوطه على الساند، كنت جايبه من تيمو، جايبه علشان شكله روش الصراحه ولونه برتقاني، انا بحب اللون البرتقاني جدا. لان انت لو بصيت فوق السيت اب هتلاقي فيه 3 بوسترات 60 في 90 المقاس اللي هو اكبر مقاس، ودول عاجبني قوي. طبعا كلهم تقريبا باللون البرتقاني ما عدا اخر واحد ده باللون الاحمر، ما عرفتش اعمل اللون البرتقاني بتاعه انلاكي، خصوصا ان انا اللي عاملهم يعني. تمام. وكده كده الكرسي الريزر الاسكر الفي 2، الكرسي ده بجد شكرا ريزر اللي هم بعتوا لي الكرسي الجامد جدا ده. فاحنا دلوقتي هنروح بقى ايه، هنروح طبعا نعمل سبسكرايب، هنروح نعمل سبسكرايب علشان تعرف ازاي مشغل البيت كله على اليكسا. يعني بص اليكسا تيرن اوف هيدلايت. اوكي. شفت اليكسا تيرن اون هيدلايت. اوكي. قلت لك. وبعد لما حطيت البي سي قررت بقى اعمل الحته بتاعه الشارجنج ستيشن والتوب فيو فيديوز اللي هي بتاعه الانبوكسنج، فظبطتها الصراحه وخليتها ايه بيرفكت. وركبت بقى ايه وركبت البيج بورد وركبتها بالمسطره اقسم بالله حريف بيركب بيج بورد. تعرف اللي انت جامد امتى؟ لما تلاقي دي في النص بيرفكت. طب خلينا نمسك بقى الجزء ده حته ونبدا بالبيج بورد نفسها. البيج بورد دي جات لي من كوفي جيمرز ستور، لو انتوا عارفين هي البيج بورد اللي كنت بحطها فوق الشاشه، بس دلوقتي استغلتها بشكل جامد جدا. بص يا سيدي، اول حاجه انا حطيت المفاتيح بتاعت الشقه بتاعتي هنا، بحيث ان انا كل لما اجي اقوم ايه حاطط المفاتيح على طول. تاني حاجه السكينه بتاعت الانبوكسنج وكابل الشحن بتاع الموبايل بتاعي، ولو نزلت تحتيها على طول هتلاقيني عامل حاجه صايعه جدا، هي اللي انا حطيت الشاحن بتاع الميكروفون في الحته دي، عملته قفلته بزيب تايز، وبقيت بوصل الميكروفونات كلها علشان لما اجي اشحنها تتشحن في مكان واحد. وتحتيها على طول الساعه بالشاحن بتاعها، وتحتيها الشاحن بتاع بطاريه الكاميرا والشاحن بتاع بطاريه الاضاءه. وجنب الكلام ده كله هنلاقي في الاضاءات الصغيره وكاميرا ريترو كده انا سارقها من اسلام اخويا الصغير. تعال بص راسي يا اسلام، بهزر معاك واسلام مش هنا، بس انت ممكن تعمل لايك وسبسكرايب يعني. وكمان هتلاقي الصورة بتاعتي الأيقونية أنا وإسلام أخويا، والسماعة بتاعت المونتاج بتاعتي ألا وهي الار او جي كثارة، ودي أحلى سماعة إديتنج أنا استخدمتها في حياتي، هي بتاعت جيمنج أصلا، بس بجد فكرة السماعات الأوبن باك دي طلعت حاجة جامدة جدا أنا ما كنتش متخيلها. وكمان هنلاقي السكينة بتاعت فالورنت نيكست جير بعتوها لي الصراحة، وهنلاقي بوستر لإيكو، ولو طلعنا فوق كده هنلاقي الكنترولر بتاع جيم سير جي 7 اس اي، ده أول كنترولر يجي لي من جيم سير في حياتي. واللي مخلي الكنترولر ده ايقوني بالنسبه لي هو ان كرو صاحبي هو اللي راسم لي عليه جينكس دي، فالكنترولر ده انا ما بحبش افرط فيه الصراحه، وهو دايما اللي انا بعرضه في كل حته، اللي هو يا جماعه الكنترولر ده بتاعي يعني، صاحبي هو اللي عامله لي فاهم. وكمان هنلاقي في الاخر خالص بليت كده فيها اللينسات بتاعت الكاميرا بتاعتي. انا عارف ان الكاميرا مش احلى حاجه في الدنيا ولا اللينسات، بس هي مكفياني. لينس 50 مللي للحاجات الكلوز اب، وكمان لينس 16 مللي اللي انا بكلمكم منه ده، والكيت لينس بتاع الكاميرا بحيث ان انا لو عايز اجيب حاجه ما بين ال 18 مللي لحد ال 45 مللي. وهنلاقي الديسك ده بقى نفسه اللي عليه ماوس باد، كنت جايبها من امازون زي بتاعه العبد ستوديو كده، بس بتاعه العبد ستوديو احسن الصراحه. وهنلاقي باور بانك انكر 25000 ملي امبير بيشحن لابتوب. وهنلاقي بقى مشترك جامد جدا من ليدينيو هو اللي متوصل عليه كل حاجه، في 3 تايب سي وفي 3 يو اس بي، وبيشحن لحد 35 واط، وفي 10 مداخل باور. فالمشترك ده الصراحه صفقه ربحانه جدا، خصوصا ان انا كنت جايبه ب 1100 جنيه. وهنلاقي ميزان لو انا عايز اوزن ماوس او حاجه، وهنلاقي 2 كوستر. وتحت بقى هنا في الحاجات اللي انا المفروض اعمل لها فيديو لسه ما بداتش فيها، موجوده هنا، اللي هو اخدها على طول ابدا اصور اخلص اشيلها من هنا خالص. والحته دي بقى للتوب
توب فيو انجل بجد جامده جدا جدا جدا. لو انت هتجمع بي سي عايز تعمل انبوكسنج الريل اللي فيديو كبير، جامده جدا، مش هتقول لك لا في اي حاجه حرفيا. نيجي بقى لاكتر مكان كوزي في السيت اب كله، هو الكورنر اللي انت شايفه قدامك ده. دي ستاره علشان وراها شباك، مش شباك، اسمها ايه، بلكونه، وورايا هنا كده الشجره الكبيره اللي انت شايفينها دي، وهنا في سلم، وكمان هنا دي الفلور لامب بتاعت ايكيا اللي هي بيبر لامب، وكمان موصل في الاباجوره دي لمبه سمارت ممكن اغير الالوان بتاعتها كده بالموبايل زي ما انتم شايفين. اقدر اعملها اي لون انا عايزه حرفيا، اي لون انا عايزه اقدر اعمله، او اقدر اقول اليكسا اعملي الفلور لامب باللون الاحمر، خلي لون الفلور لامب اخضر، اليكسا خلي لون الفلور لامب اورنج. كل حاجه سمارت يا زميلي، حتى الحاجات اللي مش سمارت خليتها سمارت. فالسيت اب ده كوزي جدا، وهيبقى هو السيت اب بتاع الريلز اللي هي بتاعت التوكس، او لو انا قاعد بتكلم بس هبقى قاعد على الكرسي ده، وهيبقى مركب اللينس ال 50 مللي وقاعد بتكلم بقى ومشغل اضاءات سينماتيك وبتاع. فبجد الموضوع هيبقى جامد جدا ان شاء الله، ان شاء الله. اقسم بالله انا فخور بنفسي جدا، انا بجد فخور بنفسي، الحمد لله، اللهم لا حسد، اللهم لا حسد. عارف ان الكلام ده ممكن يكون عادي جدا عند ناس كتير، ومش عادي خالص عند ناس كتير. انا بجد مبسوط باللي انا فيه، والحمد لله كل ده من نعمة ربنا وفضل ربنا عليا، مش شطارة مني، مش اي حاجة مني، هو ربنا اللي عايز كده. فاضل لنا بقى الكورنر ده اللي انا حاطط فيه المكتبتين، هوريهولك سريعا بقى علشان نبقى ايه، خلاص خلصنا كده. بص، هو ده اول مكتبة، دي فيها كراتين، فيها حاجات، وكمان هنلاقي هنا البتاع الجميلة دي، وده كده الكوليكشن بتاع الكيبوردات الحلوة اللي عندي. ده كده كوليكشن كامل كيبوردات بما فيهم الكيبورد الازوس دي برضو كيبورد جامدة جدا، لسه مبدلها دلوقتي حالا بالكيبورد بتاعتي اللي هي الجديدة دي، ف جامدة جدا. هو ده الكرسي وبس كده. باختصار شديد هو ده الاستوديو الجديد، وهو ده مكاننا الجديد، وهتشوفوني هنا كتير جدا 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 ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله الفترة اللي جاية دي. يا رب ما تزهقوا مني، ويا رب اكون ضيف خفيف لطيف عليكم، وتشوفوا محتوى بجد انتوا محتاجينه. انا احمد عارف يا صديقي، اشوفك الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام. اعتقد ان الفيديو اللي جاي هقول لك فيه ازاي تظبط اليكسا على السيت اب بتاعك وكل الكلام ده. قشطة. سلام.